السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض الكنافة بتاعت المحلات المظبوطة وأسرارها وطعمها المميز ولونها الخطير وشكلها يكون زي ما انتوا شايفين بالظبط ولا غلطة. البعض منكم طبعا لما بيجي يعمل الكنافة يا اما تطلع محمرة من بره وبيضة من جوه، يا اما ناشفة خالص، يا اما تطرى منكم بعد السوا. والشربات طبعا بتاعها هنعمله مع بعض ونشوف بيتعمل ازاي. عايزين نعمله سيرب تقيل. بإذن الله هنعمل مع بعض الكنافة. وإن فرقت عن بتاعة بره ما تعمليهاش يا ستي. يا ريت قبل ما نبدأ ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. انتوا عارفين طبعا ان الكنافة بالكريمة دي الكل بيحبها بعيد عن اي حاجة، يعني بعيد عن رمضان، طبعا في مناسبة وفي أي وقت في السنة، فالكل بيحبها طبعا. أول حاجة بقى هبدأ بيها الكريمة بتاعة الكنافة. هجيب كوبايتين من اللبن وثلاث معالق سكر ومعلقة قشطة كبيرة وثلاث معالق نشا ومعلقتين من سميد البسبوسة. مهم جدا. ونقلب نقلب اول ما تحسي بفقاقيع كده تقفلي عليها وتسيبيها وتغطيها عشان ما تعملش قشر. تاني حاجة السيرب على كوباية سكر كوباية مية. تمام. عايزة عصرة نص ليمونة مفيش مشكلة، مش عايزاها خلاص. معلقتين كبار من سيرب من عسل الجلوكوز. انا هحط معلقة كمان، هسيب دي تسيح واحط معلقة كمان. بصي 7 دقايق بالظبط، عدي 7 دقايق بالظبط على الساعة واقفلي على الشربات بتاعك. هيبقى متوسط، لا تقيل قوي ولا خفيف. طبعا الكنافة بتاعتي انا مجمداها في الفريزر. هجيبها وافركها بايدي، احاول يعني اخليها مفرولة خالص خالص. عايزاها يعني مفرطة خالص كده اهي زي ما انتوا شايفين كده. وحط عليها سكر بودر. السكر البودر قلنا ليه؟ قلنا عشان مادة عازلة بينه وبين الكريمة، وعشان تفضل صينية الكنافة بتاعتك مقرمشة لحد اخر قطعة، ما تطرش منك بعد السوا، ما يبقاش لون ولون. اما تدخليها في الفرن ما تبقاش لون ولون، محمرة من بره وبيضة من جوه. ودي تكة وسر من اسرار المحلات. فخلي بالك من التكة دي، انك تفركيها بالسكر البودر. هتبقى محمرة معاكي من جوه من بره، هتبقى كويسة في السوا ولونها حلو، مش هتبقى ناشفة معاكي خالص، مش هتطرى منك بعد السوا. هجيب القالب بتاعي وادهنه معلقة سمنة محترمة زي ما انتوا شايفين كده. عايزة معلقة سمنة كبيرة، ما تستخسريش في السمنة عشان ده اللي بيظبط السوا بتاع الكنافة. وقلنا احسن حاجة للكنافة السمنة العادية، سمنة العلب العادية، بس تكون نوع كويس مش اي نوع. دي احسن حاجه للصينيه الكنافه. ما تقوليش سمنه بلدي، ما تقوليش زبده، ما تقوليش زيت على زبده والكلام ده، لا خالص. سمنه عاديه من بتاعه العلب، بس سمنه نباتي عاديه، بس ما تكون نوع كويس، ما يكونش اي نوع يعني. بالظبط. ابدا احط بقى الكنافه اللي احنا فرقناها بايدينا كويس. ابدا بقى اكبسها في الصينيه. طبعا احنا حاطين عليها السكر البودر وشبعناها سكر بودر عشان السوا يبقى من بره يعني من بره زي جوه، من جوه زي بره. اللون بتاعها يبقى كويس والسوا بتاعها يبقى كويس. وطبعا بيعمل مادة عازلة بينه وبين الكريمة عشان ما الكنافة ما تتراش. بالظبط كده. كبستها كويس بقى وكبست الاطراف كويس عشان يطلع القالب زي ما انا حاطه فيه كده. الكنافه تطلع زي القالب بالظبط، شكل كويس زي صينيه الطرت كده بالظبط. نكبسها من الجناب كويس ومن النص كويس، وما خليش بقى فيه فراغات. احاول اكبسها على قد ما اقدر بالظبط كده. شايفين كبستها كويس. ابتدي بقى اجيب الكريمه اللي انا سبتها تبرد شويه وتهدى، احطها بقى في نص الصينيه كده بالظبط كده، في النص. يعني ما حاولش اجي في الاطراف قوي عشان الاطراف قوي بتنشف، يعني في الاطراف بتنشف، انما خليها في النص بس وما تتحرقش، ما تطلعش بره صينيه الكنافه وتتحرق. فبخليها في بوسطنها بالظبط كده. ابتدي بقى اجيب الجزء التاني من الكنافه وافرشه على الكريمه وعلى بقيه الصينيه.
بس ما اكبسش بايدي قوي، يعني افرشه كده، احاول اكبس بايدي بس مش قوي عشان الكريمه ما تطلعش مني. طبعا انا هسيب الكريمه برضو تهدى شويه على صينيه الكنافه، وابتدي احط الطبقه التانية. بالظبط كده. رشها كده على الوش، وابتدي اكبس بايديا بس مش قوي. تطلع معاكي رهيبه بجد، يعني بصي تجربه حلوه جدا جدا جدا. اكبس بقى بس مش قوي. احط بقيه الكنافه بتاعتي. بالظبط كده هتعمليها، هتسويها كده بايدك، وتكبسيها بس واحده واحده كده، وتبتدي تشبعيها سمنه، تغرقي الوش بقى سمنه. بالظبط كده. يا جماعه تجربه حلوه، مش هتخسروا لما تجربوها. حاجه حلوه جدا، ولما تطلعيها مظبوطه هتتبسطي وهتعملي احسن منها كمان. المره دي هتعمليها بشكل حلو، او يعني مش، لو مش مظبوطه قوي المره اللي بعدها هتبقى مظبوطه وتمام التمام. فجربي، مش هتستخسر، يعني مش هتخسري كتير. جربي مش هتخسري كتير. حتى التكلفة بتاعتها مش كتيرة. انا رحت اشتري صينية كنافة لقيتها ب600 جنيه يا جماعة، وفي محلات اغلى من 600 جنيه كمان ومش محشية. دي محشية وعليها مكسرات وما تتكلفش ربع ال600 جنيه. فما مش هتخسري كتير، انت هتجربي في ربع كيلو كنافة واسمك جربتي، ويكفيكي شرف التجربة. هتطلع حلوة بإذن الله والله. كبستها بقى من الجناب كويس زي ما انتوا شايفين كده. بصوا يا جماعة، تطلع لون وطعم وريحة وشكل وكل حاجة حلوة والله، خطيرة. بالظبط كده. ابتدي اسوي الجناب، ما طلعش بقى المنعكش بره ده، انزله كده جوه. انا بقى سويت على درجة حرارة 180 على فرن ساخن. تمام. لما تفصل مني من الجناب كده يبقى هي كده استوت. تفصل منك من الجناب كده هتبقى استوت. عشان لو انت مثلا مش عارفه هتستوي امتى، تستوي ازاي، لما تفصل منك من الجناب كلها كده وتبقى مفكوكه خالص، تبقى كده استوت. هتنزل معاكي من القالب بكل سهوله. شايفين بقى يا جماعه؟ لونها خطير 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 بجد. الكاميرا مغمقاها، لكن هي والله لونها خطير وشكلها خطير وطعمها خطير. جبت بقى عشان ازين الكنافه بتاعتي، جبت ايه؟ شويه لوز صغيرين، شويه عين جمل، عندك بندق، عندك كريز الحلواني، طبعا الفستق الكداب اللي عملناه سوا، جيل التلميع. دي كلها حاجات مش مكلفة خالص. طبعا الفستق الكداب كيلو هيكفيكي السنة بحالها، فرمته وعملته بالشكل ده هيزين معايا جميع الحلويات. مش مكلف خالص، يعني الكيلو ب100 جنيه. طبعا انت لو هتجيبي مثلا عشان تعملي صينيه كنافه، هتجيبي مثلا ربع كيلو، هتجيبي بمبلغ بسيط مفيش مشكله. بس احسن لك تجيبي كيلو وتخليه معاكي في البيت كده، هيزين معاكي جميع الحلويات. انا جبت الكنافه، وجبت الحاجات اللي هزين بيها. بس نسيت خطوه ان انا احط اهم حاجه، الشربات. فما فيش مشكله خالص، انا حطيته بعد ما حطيت الفستق الكداب عادي، ما جراش اي حاجه، حطيته. وما نحط الشربات كتير عشان فيه كريمه مسكره. بصوا، يعني الشربات ده هيغرقها، شويه الشربات دول اللي انا حطيتهم او العسل دول هيغرقوها، فما تكتروش. ما تقولوش لا مش هتتشرب، مش هيبقى حته او حته، لا لا. حطوا يعني شويه صغيرين، هيظبطوا الدنيا. وهينزل في الطبق عسل قد كده. بالظبط كده. انا جبت من الجناب برضو ومن النص، وجبت بقى الفستق الكداب عملته حوالين الكنافة كده.
هبتدي اجيب جل التلميع المع بيه اللوز بتاعي. انا جبت اللوز حطيته نقعته في ميه سخنه، والقشره بتاعته قبت كده فقشرتها، وقشرت اللوزايه، قسمت اللوزايه 2 عشان الموضوع ما يبقاش مكلف بالنسبه لك. قسمت اللوزايه 2 ولفت حوالين داير كده صينيه الكنافه باللوز. جل التلميع ده يا جماعه مش غالي جدا، مش غالي خالص. اللوز دوت برضو انا جبت، مثلا هتجيبي يعني بمبلغ بسيط عادي، هتجيبي عندك في البيت، مش عندك نبدله بحاجة تانية بسوداني، مفيش مشكلة، اللي متوفر عندك اعملي بيه، مفيش حاجة توقفك. وما تقوليش ان ده ايه ده، انا مش هعرف اعمل، انا مش هعرف اعمل الشكل ده، انا مش هعرف اعمل. لا، ما تستقليش بنفسك، هتعرفي تعملي كل حاجة حلوة ان شاء الله. بالظبط كده. ادي اللوز خلاص، خلص معانا اللوز. هبتدي بقى اجيب جل التلميع، وعندي وحديتين بندق، قصدي سوري، وحديتين عين جمل. هلف الاول فستق كداب، بعد كده لوز، بعد كده فستق كداب تاني، بعد كده عندي كام وحدة عين جمل هحطهم، في النص كده كريز مجفف او كريز سوري حلواني، وهحط في النص برضو فستق. بالظبط كده. اهم حاجه احط جيل التلميع عشان يبقى شكله حلو كده، وشكل الصينيه حلو وبيلمع، وكأنها زي بتاعت بره بالظبط. شوفوا، حاجة بسيطة جدا، جل التلميع ده حاجة بسيطة جدا وسعره رخيص جدا، بس هيفرق معاكي في الشكل. يعني عايزة اقولك ان مثلا ربع كيلو ب10 جنيه، يعني مش مكلف خالص يعني. خليه معاكي في البيت، ربع كيلو دوت ممكن يقعد معاكي سنة كاملة، فمش مكلف خالص، وبيدي شكل حلو قوي. حطيت بقى حبة فستق كداب تاني، وهحط كريز. شايفين بقى بسيطة قوي ازاي؟ شايفين بسيطة قوي ازاي اللي احنا بنشوف في محل الحلواني وننبهر بشكله؟ شايفين التشكيل بتاعه وانك تزيني بحاجات بسيطة ازاي، حاجات تافهة خالص والله، بس بتطلع بتديكي نتيجة في الاخر. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب، عايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد ممكن، وجربيها مش هتندمي، مش هتاخد وقت خالص. اديكي بتجربي في حلويات رمضان، اكيد كل يوم بتعملي حاجة حلوة جديدة، فجربي الصينية دي هتعجبك بإذن الله. هتشوفوا بقى وانا بقطع القطعة، وهتشوفوا الكريمة من جوه والسوا من جوه، خطير والله. عايزة اقول لكم ان الكاميرا ظلماها والله، ظلمة الصينية وظلمة اللون، انما في الطبيعة احلى من كده بكتير كمان. شايفين العسل من تحت عامل ازاي؟ ما تكتروش العسل. تعالوا بقى نحسب تكلفة الصينية دي بالورقة والقلم. احنا بقى جبنا، اول حاجة جبت ربع كيلو كنافة ب15 جنيه. جبت ايه تاني؟ جبت ربع جل تلميع ب10 جنيه. جبت ب20 جنيه لوز، وب20 جنيه عين جمل، يبقى 15 و10 25، و20 لوز و20 عين جمل ادي 40، 25 و40 65. تمام، 65 ونص كيلو لبن ب15، يبقى 80. 65 و15 80، 80 و10 كريز يبقى 90. تمام، فكل القصة هتكلفك 90 جنيه طبعا. كل الحاجات هيتبقى معاكي عين جمل، هيتبقى معاكي لوز، هيتبقى معاكي جل التلميع، ده كله هيتبقى معاكي. فالتكلفة مش كده بالظبط، يعني في حاجات هتتبقى معاكي وهتفضل معاكي في البيت، هتعملي بيهم حلويات تاني. فلو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.